وهي النتيجة النهائية. لا تكسير لا شي. شايفين؟ ندوقها مع بعض. رح نمسك قطعة. شايفين الطراوة؟ بسم الله. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رح نسوي سيسرول سوا. انا نزلت فيديو للجاتو القديم ولقيت كتير فيه تفاعل ومشاهدات، مشان هيك حبيت اعملكم كل شي جاتو قديم ان شاء الله. تفضلوا معي. اول شي رح نفصل البياض عن الصفار. بسم الله. اهم نقطة ما ينزل الصفار مع البياض، ولازم يكون البيض بارد. شايفين؟ هون عندي 5 حبات بيض. راح اقيم البياض ورجعهم على البراد. وهلا الصفار بتشوفوا شلون راح نعمل فيه. راح نجيب الميزان، بنحط الكاسة، بنسحب الوزن، بنحط 50 غرام زيت، وبنضيف عليهم 50 غرام كمان مي باردة. يعني كاسة شاي. هلا على الصفار بنحط هيك رشة كتير ناعمة ملح، يعني غرام واحد تقريبا، وبنضيف المي اللي مع الزيت. هلا بنخفقهم. على الخفيف. هلا بننزل ذرة فانيليا عليهم. هلا بنضيف الطحين فوقهم 150 غرام. هلا بنحركهم شوي مشان ما يطير الطحين. بعدين بنشغل. بعد ما تجانسوا مع بعض بنحط 5 غرام بيكنج بودر، نص ظرف تقريبا. راح نضيف الحليب. هلا بعد ما نزلنا الحليب وخلطناهم كلهم وصلوا للقوام هذا، بنقيمهم على جنب، وبنجيب بياض البيض، بنغسل الخفاقة كتير منيح وبنشفها. وهلا بدنا نخفق بياض البيض. بعد خلط نص دقيقة ولو وصلنا للقوام هذا بننزل قسم من السكر وبنرجع بنخفق. هلا بننزل قسم تاني من السكر. السكر رح ننزله على 3 أقسام.
الدفعة الأخيرة. انا خفقتها تقريبا شي 5 دقايق. شايفين لتصل للقوام هاد بتكون جاهزة. هلا بنسحب معلقة بنضيفها للخليط يلي خلطناه اول شي، وبنحركها بهالشكل هذا شوي شوي من فوق لتحت. هاي النقطة كتير مهمة، يعني بيرجع بيهبط البياض البيض وكأنه ما عملنا شي وبيفشل الجاتو. هلا بعد ما نزلنا معلقتين شايفين وصلت للقوام ها. هلا بنسحب المعلقة وبنضيفهم فوق بياض البيض. اول شي بناخد الداية وبننزلهم فوقه. بسم الله. هلا بنحرك بشكل دائري. هلا لازم يندمجوا كتير مع بعض منيح، بس رغم هيك ما لازم نخفقهم بسرعة. تقليب، يعني هاي الشغلة كتير مهمة لأن ممكن يفشل معكم الجاتو إذا هيك. وهيك كل شي اندمج مع بعضه. شايفين لا في طحين لا في شي، قوام كريمي. بنجيب صينية الفرن بنبخها شوية مي، بنجيب ورقة الزبدة بنوزع المي أول. المي مشان تلزق ورقة الزبدة وما تعذبكم بالمد. هلا شايفين دغري لزقت. هلا بعد ما حطينا ورقة الزبدة بنفضي الخليط كله. بسم الله. بنمده بشكل متساوي. انا مشغل الفرن على درجة حرارة 170. طبعا لا تفوتوها بالفرن ليكون الفرن حامي على الاخير. هلا بعد ما مديناها بندقها لينسحب الهواء. تفضلوا معي لنشوف الفرن. على تاني رف من تحت. وهلا بعد 14 دقيقة ما فتحت ولا حركت شي. شايفين نشاف. هلا بنسحبه بهالطريقة. تمسكوا الورقة هيك مباشر وبتسحبوها هيك شوي شوي مشان ما ينشاف ويلف معنا بسهولة. هلا شايفين كيف كله منشف وامور تمام. هلا بننزل الورق من على الداية وبنتركه يبرد شوي. هلا نقطة كتير مهمة هي الفرن. سر نجاح الجاتو بالفرن. هلا اذا خليناه كتير ينشف بالفرن انتو قام تلفوه رح يكسر وما حيلف معكم اصلا. نحن سحبناه بهالطريقة هاي مشان بيتم السفل هيك مرطب وبيلف بكل سهولة. هلا معنا. هلا بعد ما برد تقريبا 5 دقايق بنجيب ورقة زبدة. ركزوا معي هاي النقطة كتير مهمة.
بنحطها هيك الزاوية على الزاوية. شلون بينحمل الجاتو مشان ما يتكسر؟ هاي الزاوية وهاي الزاوية، شايفين؟ 1 2 تقلبوه هيك بهالطريقة هاي، وبتسحبوا هاي الورقة. بسم الله، شايفين؟ مثل الخسة ما شاء الله، شايفين؟ هلا بنقص الداير من هون اللي منشف. هلا بنقص من هون كمان من فوق. هلا عندي هون الشوكولا انا دوبتها بالميكروويف، فيكم تدوبوها على حمام مائي انتو على كيفكم. طبعا فيكم تحطوا مربى، كريمة الزبدة يلي انتو بتحبوه. كريمة الزبدة موجودة عندي كمان اذا بتحبوا تطبقوها بكريمة زبدة، وبندهنها اما بالمعلقة اما بالسباتيل ما بتفرق. لسه الجاتو فاتر شوي، يعني ما برد 100%. اهم شي ما تتركوه فترة طويلة مشان يلف معكم وما يكسر. ندهنه كله بهالشكل هذا، ما تشدوا ايدكم عليها، هيك شي بسيط. بعد ما دهناه طريقة اللف، لا تمسكوا الجاتو نهائيا من الورقة، تعملوا هيك اولا، شايفين؟ ثبتوا اول قسم. بسم الله، يعني انا كل استحكامي منه من الورقة مو من الجاتو. بسم الله، مع كبسة خفيفة كتير. هلا شايفين؟ بنرجعها هلا هيك للأول بعد ما لفيناها، وبنرجع بنلفها مع ضغط. هلا على البراد لتبرد. وهلا بعد ما بردت سحبنا منها الورق الزبدة، جبناها. هلا وقت التقطيع، شايفين شلون طالعة؟ لا تكسير لا شي. هلا رح نقطعها سوا. بسم الله، شايفين؟ وهي النتيجة النهائية، لا تكسير لا شي. شايفين؟ ندوقها مع بعض. رح نمسك قطعة، شايفين الطراوة؟ بسم الله. شوفكم الفيديو الجاي. سلام.